جبل مفيش مخلوق يعرف له طريق، لكن كل الأساطير بتقسم إنه موجود. جبل خوف، الجبل الذي يحمل الأرض. تخيل كده معايا حكاية من أول ما تسمعها تحس إنها مجرد خيال، لكن أول ما تغوص فيها تكتشف إنها من أقدم خرائط العالم، وكمان ليها إثباتات وحقائق. بس قبل ما نبدأ حلقتنا يا ريت ما تنساش تتابعنا وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وشير. جبل مفيش مخلوق يعرف له طريق، لكن كل الأساطير بتقسم إنه موجود. جبل خوف، الجبل الذي يحمل الأرض. محدش يعرف مكانه ولا حتى موجود فين على الخريطة. في كتب التراث زي كتاب عجائب المخلوقات للقزويني، والبدء والتاريخ للمقدسي، وعرائس المجالس للثعلبي، وكشف الأسرار والفتوحات المكية لابن عربي، اتذكر جبل غامض اسمه قاف. قالوا إنه بيحيط بالأرض كلها كأنه طوق. جبل عظيم معمول من الزبرجد، من شدة لمعانه وانعكاس ضوءه للسماء بيخليها لونها أزرق. ملوش مدخل معروف، ووراه عوالم تانية مش من عالمنا، تقدر تقول كده عوالم خفية. بعض العلماء زي السدي ومقاتل ابن سليمان قالوا إن قاف ده إشارة الجبل بيحيط بالعالم كله، وإنه بداية حدود الأرض ومفيش شيء بعدها إلا الغيب. وكمان كتب القزويني إن جبل قاف محيط بالأرض إحاطة دائرية، وهو أصل الجبال كلها. كل جبل في الأرض له عرق متصل بجبل قاف. لكن حتى المقولة دي ما تأكدش نسبها للقزويني. يعني باختصار كل جبل في العالم متوصل من تحت الأرض بجبل قاف كأنه هو مركز الجبال كلها. علشان كده اتسمى اسمه بالجبل الذي يحمل الأرض. اتوصف الجبل في أكتر من كتاب إنه مصنوع من الزبرجد، ضوءه هو اللي بيدي للسما لونها، محاط ببحر عظيم اسمه بحر الظلمات. والأغرب من ده كله إن الجبل ده بيتقال عليه إنه في عالم تاني اسمه عالم الأرواح أو البرزخ. وفي كتب زي الدر المنثور والخصائص الكبرى اتقال إن كل جبل في العالم ليه طاقة خفية مرتبطة بجبل قاف، واللي بيدخل في طاقته ممكن يحس بفقدان للزمن. في بعض التفاسير الصوفية اتقال إن جبل قاف مش جبل مادي، لكنه الحد الفاصل ما بين المادي والروحي. وفي روايات مغربية ويمنية بتقول إن الناس اللي حاولوا يوصلوا للجبل ضاعوا. في أسطورة بتقول إن في راعي شاف نور غريب فوق الجبل ومشي وراه، وكل ما يقرب الجبل بيبعد أكتر لحد ما اختفى تماما. وفي حضرموت في اليمن في مقولة شعبية قديمة بتقول اللي بيمشي ناحية قاف ما بيرجعش تاني بعقل. وفي رواية تانية بتقول إن في راجل من بلاد الشام شاف خيال جبل بيتحرك من بعيد، وكل ما يحاول يقرب ليه بيلاقي نفسه ويرجع تاني لنفس المكان اللي كان فيه. وفي القرن السادس الهجري شيخ صوفي اسمه أبو الحسن البسطامي خرج علشان خاطر يختلي في الجبال، وبعد غياب طويل رجع وقال إنه شاف جبل قاف. وقال رأيته صامتا لا ظل له ولا يسمع فيه صوت، كل ما اقتربت منه تراجع، وكلما حاولت لمسه وجدتني في أول الطريق من جديد. وقال كمان عند أقدامه سمعت أسماء ما نطقتها بشر، ورأيت وجوها لا تشبهنا. طيب هل فعلا جبل قاف حقيقي؟ في أكتر من رأي بيقول إن الجبل ده حقيقي فعلا، لكنه مش موجود في عالمنا المادي، ده موجود في عالم تاني أو على حدود الكون المعروف. وفي رأي علمي بيقول إن جبل قاف ده عبارة عن خرافة اتولدت قبل ما الناس تعرف إن الأرض كروية. الناس زمان كانوا بيفتكروا إن في نهاية للأرض وإن الجبل ده نهاية الأرض. كمان ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية اتكلم عن جبل قاف وقال من أراد الحقيقة فعليه بجبل قاف، فكل خطوة نحوه خطوة في ذاته. يعني الجبل ده رمز للسفر الروحي ورحلة للبحث عن المعنى. وبيفسر أكتر وبيقول إن جبل قاف هو البداية والنهاية. وفي بعض النظريات المعاصرة بتقول إن جبل قاف ده ممكن يكون موجود في القطب الشمالي أو في مناطق الجليد اللي في القطب الجنوبي اللي ممنوع الاقتراب منه. وفي ناس تانية قالت إن الجبل ده مش مجرد مكان، ده مدخل وبيظهر بس للناس اللي مستعدة ليه. وفي رأي تاني بيقول إن الجبل ده موجود في عالم الأحلام، يعني أصلاً هو خيال ومش موجود في الواقع، واللي بيشوفه في منامه بيعرف سر من أسرار الروح. أما بقى في الثقافة التبتية في جبل اسمه جبل قيلاش، وبيتقال عنه إن هو مركز الكون وإن ممنوع حد يتسلقه، واللي بيحاول يتسلقه بيموت أو بيختفي. وبعض الباحثين قالوا إن دي شبيهة بفكرة جبل قاف. وفي الأساطير الهندية في جبل اسمه ميرو، اللي بيتقال إن جبل ميرو ده أصل الجبال كلها في العالم، وإنه كمان مركز العالم. يعني هي نفس الخرافات اللي بتتقال عن جبل قاف. وفي الآخر هتكتشف إن كل الأساطير متفرعة من أسطورة واحدة، وبرضه مفيش أدلة عليها، وهي أسطورة جبل قاف. كل اللي ادعوا إن هم شافوا الجبل لما رجعوا اتغيروا. في ناس فقدت عقلها، وفي ناس اعتزلت الدنيا، وناس تانية
ماتت بعدها بأيام. الناس اللي بتحكي عن جبل قاف بتحكي بنظرة مش عادية وكأنهم لمسوا حاجة مش من هنا. هل قاف هو فعلا مركز الأرض؟ مفيش ما يثبت ده، لا في اللي حكيناه ولا في أي مرجع تاني. هل هو فعلا بوابة لعالم تاني؟ الله أعلى وأعلم. هل ممكن نوصل له عن طريق الروح مش الجسد زي ما قالوا؟ وهل اللي شافوا الجبل فعلا شافوه بعينيهم ولا بس شافوه ببصيرتهم مجرد خيال؟ حقيقي من وجهة نظري أنا شايف إن كل دي خرافات ومفيش أي أدلة أو حقائق بتدل عليه. جبل قاف مش بس مكان غامض، هو النقطة اللي بعدها مفيش رجوع. لكن الأكيد هنا إن ذكره فضل عايش آلاف السنين في كل حضارة بيتذكر، وكل كتاب حاول يجاوب ساب الباب مفتوح. بس كده يا قائد، ودي كانت صفحة قفلناها من برنامجكم صفحة من كتاب التاريخ. وفي نهاية الحلقة ما تنساش تتابعنا وتفعل الجرس وتعمل لايك وشير.